الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حبايبي الغاليين، عايزين نكونوا بخير وفي احسن حال. جايين النهارده من عند البط المسكوفي زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. ده بط رقب اللهم بارك يعني، بس هو طبعا مش اعمار واحده زي ما انتم شايفين، في صغير وكبير طبعا. فانا اللي بيطلع ممكن دي تطلع قبل دي ب20 يوم، فطبعا لما بيكبروا كده كل واحد لوحده وبعد كده بجمعهم مع بعض. بس احنا النهارده طبعا هنجيب حاجه بسم الله ما شاء الله هتدينا اوزان للبط، وبالذات البط المسلوف هتدينا طعم جميل جدا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بالنسبه للبط المسلوفي يعتبر احلى نوع انا ربيته. هنا ربيت كل الانواع. طبعا البط المسلوفي بيشيل وزن يعني خلال 3 شهور 3 شهور ونص 4 شهور بالكثير بيبقى بسم الله ما شاء الله الذكر 6 و5 ونص، والبطيه بتبقى 3 و3 ونص. فاحلى نوع تربيه ويشيل معاكي وزن وما بيفضاش، يعني طبعا احنا البط اللي بنجربناه كله بيفضى، وكمان احنا المكون اللي احنا بنديه للبط ده بسم الله ما شاء الله بيدينا احلى نتيجه. بس انا طبعا يعني الحاجه دي موجوده عند كل الناس، مفيش حد ما عندوش الحاجه دي. الحاجه دي بتخلي البط بسم الله ما شاء الله بيشيل معانا لحم، وبس بنديها بطريقه صح، الطريقه الصحيحه اللي نديها لها عشان طبعا ما تاذيش البط وما تعملش اسهالات وما تعملش مشاكل. فطبعا هنديها لهم بطريقه طبعا هنقول عليها دلوقتي، بس هنصلي على الرسول. طبعا ما تنسونيش حبايبي الغاليين في اللايك والاشتراك عشان طبعا يوصل لكم مننا كل جديد. وهنخش طبعا على الخلطه اللي احنا جايبينها، المكون اللي احنا جايبينه زي ما انتم شايفين كده. ده السمك اهو، دي روس السمك اهي، دي روس السمك اهي. طبعا احنا بنسوي السمك بطريقه ان احنا ما نخليش السمك يعني ني، وفي نفس الوقت ما بنحطلوش ميه. دي راس السمك اهي. السمك بنحطه ني وما بنحطوش ني، بنحطه يستوي من غير ميه لان هو بينزل ميه ويرجع يشربها. بتبقى روس سمك، بيبقى تنظيف سمك زي ما انتم شايفين كده. احنا هنحط عليه حبه رده، وانا كنت حاطه حبه عيش ناشفين. فبسم الله ما شاء الله وجبه جميله جدا بالنسبه لزياده الوزن بالنسبه للبط. فبسم الله ما شاء الله يعني لا غنى عن السمك. وبرده انا بدي منه الفراخ واللي هي البلدي بسم الله ما شاء الله، يعني شايله معايا اوزان. حتى اللي انا بسمنها انا بديها وجبه يوميا من السمك ده زي ما انتم شايفين كده، يعني حاجه جميله جدا. بس طبعا بنقول الطريقه اللي هي الايه الصحيحه، ان احنا ما نديلهمش السمك ني زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني حاجه بسم الله ما شاء الله. هم كمان بيحبوها لان بتبقى مستويه مطلعه زيوتها وبيبقى ريحته جميله جدا. طبعا لو عايزه بقى تحطي له ضيفي له حبه كمون، ضيفي له حبه ملح بس. وبتدي لهم بقى على حبه عيش على حبه رده، بتديك اعلى اوزان. انا بدي طبعا البط وممكن بدي للبط من 20 يوم برضه بديهولهم. طبعا هو بيبقى احنا لما بتحطيها بتسويه بتروحي بقى اول ما بينزل ميته بتوطي بقى عليه، هو بيرجع يتشرب الميه بتاعته وبيبقى بسم الله ما شاء الله حاجه بسم الله ما شاء الله. يعني هتديك اعلى اوزان. الفراخ برضو بالنسبه للفراخ البلدي بتديك اعلى انتاج بيض. فبسم الله ما شاء الله يعني البط كمان بياكل السمك، بيبقى فيه زيوت وبيبقى فيه فيتامينات وبيبقى فيه كالسيوم وبيبقى فيه كل حاجه، بيبقى فيه بروتين وبيبقى فيه فوسفور. يعني السمك من زمان قوي واحنا بناكل البط منه. طبعا بتدينا البطه بتشيل معانا بالنسبه للسمك، بتشيل معانا اوزان. بس طبعا ما بنديش السمك لوحده، طبعا بنبقى حاطين معاه عيش طبعا. لو فرق حبه عيش عندك عيش ناشف بتشيه وروحي منزلاه فيه، سايباه شويه كده بيطرى ومع حبه الرد بسم الله ما شاء الله هتاكلي البط. وبيوفر برده معانا جامد جدا، يعني بيوفر معانا جدا. بس احنا بقى بنيجي في الاخر احنا يعني البطه مثلا بتاعها على 4 شهور بديها 3 شهور السمك، وفي الشهر الاخراني انا يعني حرصا يعني عشان يقولوا لو في زفاره ولا حاجه، فانا بمنع السمك في الشهر الاخير ده. فبسم الله ما شاء الله بتاكل اللحمه بتبقى مسكره، وفي نفس الوقت بتبقى اللحمه حمراء، وفي نفس الوقت يعني انت البط بيشيل معاكي اوزان بسم الله ما شاء الله جميله جدا. يعني انا عندي الذكر ده اللي وقف ده ما كملش يعني كده بتاع 2 شهور ونص
بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يعني.